السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. انا هكلمكم عن مباراه امبارح اللي اتلعبت بين منتخب مصر ومنتخب نيوزيلندا. المباراه انتهت بفوز منتخب مصر 1-0 بضربة جزاء احرزها مصطفى محمد. طبعا امبارح كانت مباراه آه، كويسه الى حد ما للمنتخب المصري. لعيبة عملت أداء محترم جدا، أداء كويس جدا. مفيش فرص كتير جت لمنتخب مصر. يعني ما ضربة الجزاء دي اللي عملها تريزيجيه لعبها حلو قوي ليه امام عاشور اداها ليه ده تريزيجيه اللي لعبها مصطفى محمد عملها على طول ثرو لإمام عاشور مرة تانية، وانفرد بحارس المرمى لولا مدافع أركله في منطقة الجزاء. وقدر قدر مصطفى محمد انه يحرز الهدف الاول من ضربة جزاء لمنتخب مصر. بعد كده كانت في فرص امبارح، كان دفاع كويس. وكمان عجبني كمان المهاجم بتاعهم، كان بيشكلوا خطورة على مرمى منتخب مصر في معظم فترات المباراة. ولكن تألق أيضا دفاع منتخب المصري في كذا كرة في تصدي لهجمات المنتخب نيوزيلندا. ده قلل الخطورة على مرمى منتخب مصر بشكل كبير. محمد أبو جبل امبارح لعب، وانتوا عارفين محمد أبو جبل بطولة كأس أفريقيا اللي فاتت كان لعب فيها من أول دور ال16، وللأسف يعني كان سبب والآخر سبب في خروج منتخب مصر من دور الثمانية لبطولة كأس الأفريقية. ولكن حسام حسن امبارح اداله فرصة تانية عشان يثبت نفسه، وعشان كمان يعني يطلع من الحالة النفسية الوحشة اللي حصلت له بعد بطولة كأس الأفريقية. انا متوقع برضه اللي هو هيديله ماتش الفائز بين منتخب كرواتيا ومنتخب تونس اللي هتتلعب. المباراة دي هتتلعب النهاردة الساعة 10 مساء. برضو عجبنا اوي حسام حسن امبارح في ادارته للمباراة، ودي يعني كبداية كويسة، كأول مباراة كبداية كويسة للعيبة والمدير الفني. المباراة القادمة بشكل كبير هتلاقي منتخب كرواتيا من المنتخبات الكبيرة في أوروبا وفي العالم. ولكن انت بتلعب على أرضك قصاد جمهورك. كان في جماهير كتير امبارح في الملعب، والملعب كان بصراحة ملعب كويس أوي. الملعب الجديد ملعب استاد مصر، ملعب كويس أوي وكبير. فده يديك دافع انك تلعب على البطولة حتى لو هتلاقي منتخب كبير زي منتخب كرواتيا. طبعا امام عاشور نجم مصر ونجم نادي الاهلي دلوقتي اتصاب امبارح في المباراة في لعبة ضربة الجزاء، وقع على كتفه. لسه ما فيش جديد من الطاقم الطبي لحالة امام عاشور لحد دلوقتي. ولكن يعني امام عاشور لعيب كويس قوي ومفيد لمنتخب مصر، ويعني عمل امبارح مباراة كويسة في الشوال اللي لعبهم، وكان مؤثر جدا على الفريق المنافس. يعني لو كان لعب اكتر من كده انا كنت حاسس يعني كان عندي احساس يعني ان هو كان هيحرز اهداف. فلعيب مهم جدا، اتمنى له السلامة وانه يرجع اقرب وقت ممكن للملعب تاني. عجبني اداء تريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد امبارح، يعني عملوا مباراة كويسة جدا الى حد ما، وشكلوا خطورة على مرمى منتخب نيوزيلندا في الفرص اللي جات لهم.
وعاملين يعني شكل حلو يعني لهجوم المنتخب المصري. كان مرموش مهاري ولعيب كويس جدا وبيسدد من بعيد، ولعيب محترم جدا. وكمان مصطفى محمد هداف بالفطرة ومن أحسن اللعيبة في مصر دلوقتي. وكمان تريزيجيه برضو من أحسن لعيبة في مصر دلوقتي، ومهاجم خطير برضو، بيعرف يحرز أهداف، وهو مش مهاجم بس بيعرف يحرز أهداف ومهاري. وبصراحة يعني التلاتة دول عملوا امبارح مباراة كويسة، ولسه مستنيين منهم في المباراة القادمة أكتر والأفضل. الفيديو بتاعي خلص، أرجو منكم إن كان الفيديو بتاعي آه، يعني استفدتوا منه أو عجبكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتدوسوا على زر الجرس، تضغطوا على زر الجرس عشان كل جديد أنا أقدمه يوصلكوا. معلش عشان أنا تعبان النهاردة. يعني في نهاية الفيديو شكرا لكم، ويا رب تكونوا بخير دايما وفي صحة وفي سعادة، وشكرا لكم، كل سنة وانتم طيبين.